السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة ميعادنا مع الدرس الاول لشرح برنامج مايكروسوفت اكسل للمبتدئين. الدرس الاول هيكون بعنوان واجهة المستخدم وبدء العمل. طبعا اول ما بنفتح برنامج مايكروسوفت اكسل بداية من اوفيس 2007 2010 2013 وجاي، بيكون نفس الشكل ده كده تقريبا، اختلافات بسيطة جدا، لكن الاختلاف بيكون كبير لو الاوفيس 2003 والأقدم من كده. اتكلم النهارده عن مكونات شكل برنامج الاكسل. اول ما بفتح البرنامج بيكون عندي حاجة اسمها الريبون بار او شريط الادوات الرئيسي اللي انا ماشي عليه بالماوس دوت. طبعا احنا هنا نسخة عربي، مفيش اي اختلاف تماما بين العربي والانجليزي، لكن احنا ان شاء الله هنشرح على نسخة عربي. الريبون بار دوت او شريط الادوات الرئيسي دوت بيكون عبارة عن مجموعة من التابس او علامات التبويب. كل علامة تبويب من دول بتحتوي على مجموعة من الادوات او الاوامر اللي بقدر استخدمها عشان خاطر اتم العمل بتاعي في الاكسل. بنسمي دي تابة وبنسمي ده جروب. لو لاحظنا هنا هنلاحظ ان في بعض المجموعات او الجروبس بتحتوي على السهم دوت. السهم ده بنسميه دايلوج بوكس لونشر، لان لما بضغط عليه بيطلع لي الدايلوج بوكس دوت. وعفوا هنا طبعا ده مش هينفع. لو ضغطنا على الدايلوج بوكس ده مثلا هيطلع لي الدايلوج بوكس فيه مجموعة اكتر من الخيارات اللي اقدر استخدمها لاتمام العمل بتاعي. طيب لو انا حابب اخفي شريط الادوات دوت او اظهره، بقدر اعمل القصة دي من خلال السهم دوت. اول ما بضغط عليه بلاقي شريط الادوات اختفى. لما باجي اختار اي امر او اي تابة من دول بيظهر لي تاني. اضغط على اي خلية بيختفي تاني. الامر ده بيكون مفيد للناس اللي بتستخدم تابلت او على التليفون، بيكون مفيد بالنسبة لهم عشان خاطر بيحتاجوا مساحة اكبر يعني. لكن انا هنا مش محتاج ان انا اخفيه، محتاج اثبته تاني. بضغط على السهم ده او الدبوس دوت بيرجع الريبون بار ثابت مش بيختفي تاني. اقدر اعمل بقى كاستمايزيشن او تخصيص لشريط الادوات دوت عن طريق ان انا باجي في اي مكان هنا واعمل كليك يمين تخصيص الشريط او كاستمايز ريبون. طبعا في بعض الاوامر هقولها بالعربي والانجليزي عشان خاطر الناس اللي بتشتغل انجليزي وكده، لكن انت حتى في النسخه الانجليزي هتلاقي نفس الامر موجود في نفس المكان، مش هيكون في اختلاف خالص يعني. بنعمل هنا كاستمايز ريبون، بيظهر لي الدايلوج بوكس دوت او مربع الحوار ده. بقدر من خلاله اعمل تخصيص او كاستمايزيشن للريبون بار على حسب استخدامي انا. اقدر اعمل كاستمايزيشن لحاجات كتيره جدا. هنذكر بعض الامثله منها هنا مش على سبيل المثال، مش على سبيل الحصر طبعا. مثال مثلا لو انا عندي قائمه عرض دي او قائمه مراجعه موجوده في اخر الشريط، يعني حابب اجيبها قبل الشريط الرئيسي او حابب اجيبها قبل ادراج، بسيط. هعمل كليك يمين تخصيص الشريط، هاجي على القائمه اللي انا عايز اغير ترتيبها وكده، اللي هي قائمه عرض اللي انا واقف عليها دي. ببساطه شديده جدا همسكها كده واحطها فوق او تحت على حسب بقى انا عايز احطها فين. لو حطيناها مثلا قبل الشريط الرئيسي هنا وعملنا موافق، هنيجي هنا نبص نلاحظ ان هي تم نقلها من المكان اللي كانت موجوده فيه هنا لحد هنا، وهكذا على حسب بقى انا محتاج اعمل كاستمايزيشن ازاي للريبون بار، وعلى حسب استخدامي انا. يعني انا طبعا بفضل انها تكون مكانها، فنخليها مكانها هنا ونقول الموافق، تلاقيها رجعت تاني مكان. من ضمن برضو الاشياء اللي اقدر اعمل لها كاستمايزيشن في الريبون بار ان انا اضيف ايقونه او اداه او امر جديد عن طريق ان انا هضغط كليك يمين تخصيص الشريط برضو. دي الاوامر اللي هي الشائعه في الاكسل. طبعا قبل ما تعمل ادراج لامر جديد مش موجود في الريبون بار هنا، لازم يعني برضو خلينا نشرحها بصيغه افضل شويه. احنا قلنا من شويه ان ده شريط الادوات الرئيسي عباره عن مجموعه من التابس، كل تابه من دول فيها اوامر. طب انت حابب تضيف امر مش موجود هنا، لازم تحط له مجموعه جديده او تاب جديده.
ليه بقى الكلام دوت؟ لان مجموعه الاوامر دي اسمها بيلت ان، او التابس دي اسمها بيلت ان، جايه مع البرنامج نفسه، ما اقدرش اعدل عليه. فبنيجي هنا بنضغط مجموعه جديده، ونسمي المجموعه دي مثلا اعاده تسميه. بنختار لها الايقونه بتاعتها مثلا، وليكن مثلا دي، او مثلا خلينا نختار شكل تاني، نقول مثلا الشكل دوت، وتسميها مجموعه جديده مثلا، او على حسب الاسم اللي انت محتاجه. وتضغط موافق. بتيجي على المجموعه دي وتقف عليها كده، وتختار الامر اللي انت عايز تضيفه، وليكن مثلا ادراج داله، وعملنا فيه اضافه، بلاقي هي انضافت تحت مجموعه جديده ادراج داله. اضغط موافق. هتيجي هنا الشريط الرئيسي ادراج التفاصيل، هتلاقي مجموعه جديده في الشريط الرئيسي تم اضافتها. احنا كنا واقفين طبعا في السياق، هتلاقي انضافت هنا اهيت. ليه انضافت هنا؟ لو اخدت بالك احنا كنا واقفين في خانة الصيغ او في تابة الصيغ، عملنا مجموعة جديدة جوه تابة الصيغ، وقلنا لنا ادراج ايه؟ ادراج خلية او ادراج دالة. هنا كده الامر ده يعني ادراج دالة. من ضمن الحاجات برضو يا جماعة اللي انا اقدر اعمل لها كاستمايزيشن للريبون بار، لو في امر معين انا بستخدمه على طول، اقدر اضيفه بشكل مباشر لاي مجموعة من المجموعات دي. وليكن مثلا هنيجي في تابة ادراج ونعدل عليها ونقول تخصيص الشريط، هلاقيه واقف لي هنا على خانة ادراج اهوت، او تابة ادراج فيها جداول ورسومات توضيحية ومخططات وخلافه. وانا دلوقتي عايز اضيف وليكن بريد الكتروني اضيفه في الخانة ادراج دي. باي ديفولت ما اقدرش اضيفه كده على طول. لو جيت هنا واتكيت اضافة مش هيرضى. ليه؟ لان التابات دي باي ديفولت نازله بيلت ان في برنامج مايكروسوفت اكسل، ما اقدرش اعدل عليه. انا اقدر اضيف عليها، معلش ممكن اضيف عليها مجموعه جديده، والمجموعه دي اقدر اغير الايقونه بتاعتها والاسم بتاعها، وبعد كده اجي في المجموعه دي واعمل ادراج للامر او الايقونه اللي انا عايزها تكون موجوده فيه. هنجرب كده مثلا في مجموعه جديده نضيف الداله دي مثلا، او الامر ده مثلا، نعمل اضافه، ونعمل اضافه للامر ده كمان اضافه، ونقول له حفظ. هاجي هنا هاجي هنا في تابة ادراج، هلاقيه ضاف لي مجموعه جديده، وضاف فيها الامرين اللي انا قلت له ضيف. طب انا لو عايز اضيف الاوامر دي في تابه جديده، بسيطه جدا. هاجي اعمل تخصيص للشريط، وبدل ما هقول ادراج مجموعه جديده هقول ادراج علامه تبويب جديده او تاب جديده. بس خليني قبل ما اعملها احذف الحاجات اللي احنا ضفناها دي. نيجي على المجموعه دي ونقول له ازاله. هاجي هنا واقول له علامه تبويب جديده، علامه تبويب جديده ضافها لي اهي، وباي ديفولت عمل جواها مجموعه جديده، بحيث ان انا لو حابب اعمل مثلا الامر دوت اضيفه عليها، والامر ده كمان اضيفه عليها، هلاقي الامرين دول لو اتكيت موافق هلاقيه ظهر لي هنا علامه تبويب جديده، وضاف فيها مجموعه باي ديفولت برضه، او وحط لي فيها الامرين اللي انا قلت له حطهم فيه. طبعا الاوامر دي هتلاقي موجوده في يعني في علامات تبويب ثانيه، لكن احنا دلوقتي بنجرب. خلينا برضو نحذف علامه التبويب دي ونقول له ازاله. يبقى احنا كده قلنا شكل برنامج مايكروسوفت اكسل والريبون بار وعلامات التبويب اللي جوه الريبون بار دي. لو طلعنا فوق شويه هنا هنلاقي شريط ادوات تاني اسمه الكويك اكسس تول بار، او الكويك اكسس تول بار دوت. بلاقي فيه بعض الاوامر اللي انا بحتاجها بشكل مستمر، وبحطها هنا عشان خاطر اقدر استخدمها بسرعه من غير يعني ما ارجع ادور عليها. يعني مثلا الامر اندو والامر ريدو دوت موجودين على طول، لان انا على طول شغال وبحتاج الامر دوت. اقدر كمان اعمل كاستمايزيشن للريبون بار دوت، او عفوا للاكسس تول بار ده، عن طريق ان انا لو جيت هنا وضغطت على السهم ده كده، هلاقي تخصيص شريط ادوات الوصول السريع، حاطط لي مجموعه من الاوامر اللي معظم الناس بتستخدمها او بتحتاجها بصوره سريعه، زي مثلا جديد، فتح، حفظ، اندو، ريدو. اقدر اعمل يعني ايه، اقدر اختار منها. يعني مثلا لو اخترت هنا فتح،
هلاقيه ظهر لي هنا اوبن او فتح ملف جديد يعني. كذلك طيب لو انا في امر من دول او امر يعني اضافي انا محتاجه، اقدر اضغط على العلامه دي اوامر اضافيه واختار الاوامر اللي انا عايزها كلها بحيث ان انا اضيفها فوق في الكويك اكسس تول بار. هنجرب مثلا وليكن مثلا نختار دي ونقول له اضافه ونقول له موافق، هلاقيه على طول ضاف لي خانه البيست هنا او الامر اللي انا اضفته عليه. طيب يبقى احنا كده قلنا الريبون بار والكويك اكسس تول بار. لو دخلت شمال شويه هنا هلاقي طبعا مجموعه من الادوات اللي موجوده في اي برنامج للويندوز. زياده عليه هنا العلامه دي او المربع دوت، ده بنسميه خيارات عرض الشريط. ده خاص ببرامج مايكروسوفت اكسل، بقدر من خلاله زي ما هو موضح خيارات عرض الشريط دوت اقدر اعمل اخفاء للشريط تلقائي وارجعها تاني طبعا من هنا، او اخفي علامات التبويب فقط او اظهرها بالتبويب. يعني ده خيار من ضمن خيارات طيب هنخش بقى على مساحه العمل جوه برنامج مايكروسوفت اكسل. قبل ما نبدا في الكلام دوت حابك تعرف معلومه مهمه او تعريف مهم. البرنامج مايكروسوفت اكسل او ملف العمل كله بنسميه بوك. كل ملف عمل بيحتوي على مجموعه من الشيتس او اوراق العمل زي دي كده. ورقه العمل الواحده او الشيت الواحد هتلاقيها متقسمه الى صفوف بالعرض واعمده بالطول. الاعمده بتاخد ترقيم من A B C D، والصفوف او الروز بتاخد من 1 لحد مليون. يعني تقريبا ورقه العمل الواحده فيها 16,000 عمود وحوالي مليون صف. تقاطع الصف مع العمود بنسميه خليه. طيب مثال مثلا انا دلوقتي واقف على الخليه اللي بيتقاطع فيها العمود اللي اوله حرف اي او اسمه اي بيتقاطع مع الصف 4. اذا الخليه دي عشان اقدر اسميها اي 4. طيب عندي مربع هنا اسمه مرجع الخليه. اي خليه انا بقف عليها ليها اسم او ليها مرجع. يعني مثلا الخليه دي A1 هلاقي هنا ظهر في مربع الاسم دوت اسم الخليه اللي انا واقف عليه. لو انا مثلا حابب اعمل هنا مثلا وليكن مثلا B2 واتكيت انتر هلاقي التحديد على طول راح للخليه B2. احنا طبعا الحاجات دي بدائيه جدا ولكن احنا بنشرح البرنامج للناس المبتدئين من الصفر، بحيث انت الحاجات دي انت يعني ممكن تقول الحاجات دي يا جماعه بدائيه، انا عارف الحاجات دي كلها عارفها. الحاجات دي لو انت مش مركز فيها وعارفها من البدايه هتحتاجها قدام وهتلاقي نفسك مش متذكرها اصلا يعني. فخلينا بقى نمشي مع بعض واحده واحده لحد الاحتراف ان شاء الله يعني. طيب التنقل بين اوراق العمل. لو انا عايز اتنقل بين اوراق العمل دي ببساطه شديده بختار ورقه العمل او الشيت اللي انا عايزه وبضغط عليه بلاقي نفسي يعني ايه اتنقلت ليه. طيب اقدر اعمل كمان بعض العمليات على برامج او على اوراق العمل دي مثل اضافه، حذف، تنسيق. مثال مثلا هاجي على الورقه دي اضغط كليك يمين، لو انا محتاج اغير لونها اضغط على لون علامه التبويب بختار اللون اللي انا عايزه كده اتلونت باللون اللي انا عايزه. مثال هنا مثلا لو هنختار لون تاني هنا مثلا نختار لون ثالث. طيب انا محتاج اعمل احذف ورقه عمل مثلا بضغط كليك يمين حذف باختصار شديد يعني. طب حابب اضيف ورقه عمل جديده باجي على السهم دوت واضغط مره واحده بيعمل لي ورقه، كمان مره بيعمل لي ورقه وهكذا. طب لو انا عندي اوراق كتير مثلا كتير بحيث ان الشريط مش واخدهم حابب اتنقل بينهم، لو ضغطت على الثلاث نقط دول هلاقيه بيخش يمين لحد ما يجيب لي اخر ورقه انا شغال فيها. طب انا عايز ارجع الاول، لو ضغطت على السهم ده بيرجعني خطوه واحده عفوا بيرجعني خطوه واحده. تمام كده بقدر اتنقل بين اوراق العمل وبعضها.
الخطوه اللي بعد كده هنشوف هنا لو لاحظنا تحت اوراق العمل هنلاقي الشريط هنا. الشريط ده بنسميه شريط ادوات الحاله. لو انا جيت عملت سيلكشن لمجموعه البيانات دي هلاقي ظاهر لي مجموعه من البيانات الخاصه بالتحديد اللي انا واقف عليه، زي مثلا السمشن او المجموع بتاع الارقام اللي انا واقف عليها ديت هلاقيه 3600. عدد الخلايا المحدده هنا 36 خليه. متوسط الرقم هنا 100. كذلك طبعا مش هيظهر حاجه هنا عشان خاطر مفيش داتا، لكن لو انا ضغطت داتا هنا كده مثلا او كتبت اي داتا وعملت سيلكشن هلاقيه هنا الداتا او الاستيتيو بار هنا هيظهر لي عدد الخلايا اللي فيها بيانات. هنا بيقول لي 2، فده بنسميه الاستيتيو بار او شريط ادوات الحاله او شريط الحاله. نيجي بعد كده في شريط الحاله برضو هنلاقي 3 ايقونات دول خاصين بطريقه عرض الصفحه اللي انا واقف عليها. طرق العرض لبرنامج مايكروسوفت اكسل 3 هنا بيقدروا يفيدوني، يعني كل طريقه عرض اقدر استفيد منها على حسب انا محتاج ايه. انا محتاج يعني اشتغل يبقى خلاص هستخدم طريقه العرض العاديه اللي هي طريقه عرض الشبكه دي. طيب طريقه عرض تخطيط الصفحه بقدر استخدمها عشان خاطر بيظهر لي الصفحه، يعني بيظهر لي الصفحه كلها لو حابب اضيف راس او تسجيل هيدر او فوتر او كده. كمان عندي طريقه عرض معاينه فواصل الصفحات، دي بتفيدني اكتر لو انا عندي شغال في ملف كبير وفي صفحات كتير، لكن معظم الشغلين هيكون ان شاء الله على طريقه العرض العاديه. اتكلمنا طبعا عن عمليات خاصه باوراق العمل زي النسخ والتعديل والتنسيق في كل ورقه عمل من دول. اقدر كمان لو حابب اعمل كوبي للورقه دي مثلا اقدر عن طريق ان انا هاجي على الورقه واضغط كنترول واسحب هلاقيه ضاف لي عمل لي كوبي من الورقه دي. طبعا الورقه عمل لها كوبي بكل محتوياتها او عمل كوبي للشيت بكل محتوياته. طيب اقدر اعمل كليك يمين نقل او نسخ. نقل او نسخ هنا بيديني بعض الخيارات. انت عاوز تنقل الورقه دي ولا تنسخها. لو عايز تنسخها هتعلم على العلامه دي انشاء نسخه. طيب عاوز تنسخها فين؟ قبل الورقه دي او بعد الورقه دي وهكذا. يعني انا لو عايزها في الاخر خالص احطها تحريك النهايه احطها لي في الاخر خالص. طيب لو انا عايز اعملها في مصنف جديد اصلا بكورك جديد خالص هضغط على العلامه دي هيعمل لي ملف اكسل جديد ويحط لي فيه نسخه من الايه من الشيت دوت. قبل ما اخلص الدرس الاول برضو لو انا عندي حابب الفت انتباهك لنقطه. لو انا عندي ورقه عمل بتحتوي على مجموعه من الكائنات. يعني ايه كائنات اصلا؟ الكائنات دي هنشوف دلوقتي مع بعض اهو. الورقه زي دي مثلا فيها مجموعه من الكائنات. ده جدول. طبعا هنعرف ايه الفرق بين النطاق العالي دوت ونطاق الجدول بعدين ان شاء الله، لكن ده جدول ودي صوره وده شكل. اول ما بضغط او بعمل سيلكشن لاي واحد من دول بلاقي ظهر عندي هنا تابه جديده خاصه بادوات الكائن اللي انا واقف عليه. لاحظ معايا هنا مثلا هنا قال لي ادوات الصوره او بيج تولز. لو جيت وقفت على الشكل هلاقيه غير التاب وسماها تنسيق الشكل او ادوات الرسم. هنا قال لي تنسيق الصوره. لو جيت هنا في الجدول قال لي تصميم الجدول ادوات الجدول. فدي حاجه يعني طبعا ما كانتش موجوده في الاوفيس القديم وكده. دي اقدر من خلالها ان انا اعمل تنسيق للشكل او للصوره او للجدول اللي انا واقف عليه. طبعا هنعرف ازاي في الدروس اللي بعد كده. اخيرا ما اتكلمناش عن قائمه فايل. قائمه فايل اول ما بضغط عليها هنا بيظهر لي الباك ستيج او احنا بنسميها الباك ستيج. الباك ستيج دي بقى بقدر من خلالها اقدر برضو اعمل ملف جديد عن طريق الخانه دي، او ان انا دي مثلا او ان انا افتح ملف موجود اصلا على الجهاز. اقدر اعمل سيف از، يعني لو حابب اغير في صيغه الملف وانا بحفظه كمان اقدر من هنا اتحكم في خيارات برنامج المايكروسوفت كله عن طريق ان انا اضغط على الخيار دوت. لو ضغطت عليه يظهر لي خانه الخيارات اكسل. طبعا دي ليها درس تاني لوحدها هنتكلم فيها على مستوى البرنامج كله يعني. وبكده نكون انتهينا من لمحه بسيطه او تعريف بسيط لبرنامج مايكروسوفت اكسل، وان شاء الله نشوفكم بخير في الدرس الثاني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.